بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصح. إزاي ممكن نفتح نفس الكبار اللي مش بيحبوا الأكل؟ في كبار سن كتير بيبقى شهيتهم ضعيفة للأكل، بيبقى عندهم شوية فقدان شهية. أهم حاجة لازم نعرف إيه السبب اللي بيخليهم ما ياكلوش. مع السن بيبقى حاسة التذوق وحاسة الشم بتقل شوية، فده بيخلي إقبال المسنين على الأكل بيقل. دي حاجة تانية ممكن يبقى عندهم أمراض زي إيه مثلًا، زي التهابات في اللثة، في مشكلة في الأسنان، سنانهم مكسّرة ما بيبقاش عارفين ياكلوا، فده برضه سبب. ممكن يبقى عندهم مشاكل في المعدة، مشاكل في القولون، انتفاخ، ارتجاع مريء، التهابات في فم المعدة. كل الحاجات دي، المشاكل العضوية دي تخلّيهم ما يعرفوش ياكلوا يقيسوا شهيتهم تبقى ضعيفة للأكل. ممكن يبقى عندهم بقى مشاكل نفسية، اكتئاب، قلق، توتر، دي برضه ما تخلّيهمش ياكلوا كويس وشهيتهم تبقى ضعيفة للأكل. طيب إحنا نعمل إيه؟ أولًا السبب لازم يتعالج، يعني لو في التهابات مثلًا في بُقهم لازم يتعالج، لو السنان مثلًا لازم أضبّط موضوع السنان، التهابات فم المعدة لازم تتعالج، لو عنده مشاكل نفسية لازم تتحل أو اكتئاب لازم أعالجه. طب أنا أقدر أساعدهم إزاي عشان أفتح شهيتهم للأكل؟ إحنا مثلًا موضوع إن هو التذوُّق بيقل ده، أنا ممكن أخلّي الأكل مثلًا أحُط عليه توابل بحيث يدّي نكهة للأكل، أحُط له أعشاب زي مثلًا زعتر، زي روزماري، الحاجات دي نعناع بتدّي نكهة للأكل وفي نفس الوقت بتفتح شهيته، أحُط له فلفل مثلًا، كمون، الحاجات دي بتدّي طعم، ليمون مثلًا، خَل، فدي هتخلّيه ياكل بشكل أحسن عشان الأكل هيبقى ليه نكهة ويبقى ليه طعم. أقدّم الأكل بشكل ظريف عشان يفتح نِفْسه للأكل، أقطّع مثلًا الخضار بشكل حلو، الفاكهة بشكل حلو، يبقى في contrast مثلًا بين الأكل وبين الطبق اللي محطوط فيه، أفرش السفرة مثلًا بشكل كويس، أمّا نيجي ناكل في جو هادي، ممكن أشغّل له موسيقى، ما يقعدش لوحده، ما ياكلش لوحده، مهم جدًا إن هو ياكل مع العيلة، أمّا بياكل مع العيلة ده بيفتح نِفْسه على الأكل. كبار السن برضه ممكن يبقى عندهم شوية جفاف في بُقهم، أمّا باقدّم لهم المشروبات وسط الأكل ده بيخلّيه يبلع الأكل كويس، وبالتالي بيحسّن الشهية وبيحسّن البلع. ممكن برضه أدّي له شوربة قبل الأكل يبتدي بيها الأكل، شوربة دافية كده، شوربة خضار أو شوربة فراخ، دي برضه بتحسّن البلع عنده. ممكن نشجّعه كمان إن هو يمشي قبل الأكل كده بنُص ساعة، ده بيخلّيه برضه الحركة دي بتخلّيه يجوع وبتخلّي نِفْسه تتفتح على الأكل. في بعض الحالات ممكن كأطباء نوصف بعض المكملات الغذائية لو كبار السن ما بياكلوش كويس، بس ده برضه تحت استشارة الطبيب. ما ينفعش الأهل من نفسهم كده يتوجهوا ويجيبوا المكملات الغذائية دي بدون استشارة الطبيب. وزي ما قُلنا يعني أي مُسِن بدأ ما ياكلش، لأ لازم نستشير الطبيب مباشرةً عشان بس ممكن يكون في مشكلة عضوية محتاجة تتحل، ممكن يبقى في اكتئاب والموضوع يتفاقم، فلازم نكشف عشان نحدد المشكلة ونعالجها في وقت مبكر. باتمنى لكم حياة صحية خالية من الأمراض، ومستنية أسئلتكم واستفساراتكم في الcomments، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير.